نشد ونرخي، نرخي ونشد. واحنا بنربي الولاد ما ينفعش تبقى الحياة على طول نكد وشد وبس، وفي نفس الوقت ما ينفعش تبقى دلع ومرقعة وبس. لازم يكون في موازنة ما بين الاتنين. خلي بالكوا أنا بقول موازنة مش تبويظ. يعني إيه يا ست انتي؟ كلامك مش مفهوم. أنا هقولك وهضربلك أمثلة بمواقف. يعني لما ابنك أو بنتك يطلبوا حاجة وتقولي عليها لأ، لازم الأب يكون عارف الموقف ده، ولما ابنك يروح له على أمل إن هو يوافق لازم يكون له نفس الموقف. كده إحنا شدينا. نرخي ازاي بقى؟ ممكن بعد كده الأب ياخده ويقنعه بالراحة ويقول له إن الغرض من الرفض 1 2 3، ويديله بدايل ويقول له إن إحنا متاح في إمكانياتنا دلوقتي كذا. كده مظبوط، انتي والأب على نفس الموجة وموقفكوا واحد، وفي نفس الوقت ما زعلناش الطفل. امتى بقى البوظان بيحصل؟ البوظان بيحصل لما الولد يطلب منك حاجة وترفضي، يجري هو بعد كده على باباه ويقول له على نفس الحاجة ويقول له ويوافق. كده مش هتعرفوا تعملوا نظام خالص، وكلامك هيبقى في الأرض على طول، والأب هيكون دايما طرف سهل ابتزازه عاطفيا والضغط عليه. المقصود من الفيديو ان يكون موقف الأم والأب في كل أمور التربية واحد وواضح، ودايما يكون في حد بيشد والتاني بيرخي بانه بيلطف الموضوع، ويفكر الطفل دايما بان كذا ممنوع لكن متاح بدايل. ايه رأيك نعملها سوا علشان محدش يربي والتاني يبوظ؟ لان كده بمنتهى البساطة اللي بيتدمر هو الطفل. شاركوني واكتبولي في الكومنتس، هل وانتوا بتربوا ولادكم بتواجهوا مواقف زي دي؟ وانا عارفة انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.